يا جماعة أخباركم إيه؟ ويا رب يعني يكون كلكم بخير وبألف صحة وسعادة. النهاردة معانا يعني 3 مواضيع مهمين هنتكلم فيهم. خلّونا ندخل على طول في التفاصيل اللي معانا. أول موضوع ليه علاقة ب بيراميدز وبطولة كأس عاصمة مصر. طبعًا بيراميدز خلاص ودّع بطولة كأس الرابطة، يعني الاسم الدارج كأس الرابطة، لكن اسم البطولة اتغيّر لكأس عاصمة مصر. بيراميدز ودّع البطولة، كان قريب جدًا إن هو يصعد للدور التاني، ولكن لإنه لعب فريق الشباب آخر ماتش خسر من حرس الحدود، والإسماعيلي كسب الاتحاد، فبالتالي الإسماعيلي اللي اتأهل مع الحدود للدور التاني. ولكن يعني بيراميدز ودّع البطولة، لكن الغريب طبعًا نادي بيراميدز كان طالب إن هو يأجّل الماتش عكس الأهلي. الأهلي كده كان مقرر إن هو يلعب فريق 2005، ما كانش عنده مشكلة. حتى أنا نشرت على صفحتي إن الأهلي طالب بس تأجيل الماتش عشان خاطر فريق 2005 مرتبط ماتش قدام الاتحاد السكندري في الدوري بتاعه يعني. ولكن الأهلي حاسم أمره خلاص. الزمالك حاول إن هو يصعد ولكن لم يوفق. بيراميدز كان عايز يصعد ولعب أول ماتشين بتشكيلة شبه أساسية، وكان خلاص كان قاب قوسين أو أدنى من الصعود، ولكن يعني الماتش التالت لعب فريق شباب فخرج. المهم أنا تواصلت مع مصدر مسؤول لمّا نادي بيراميدز طلب تأجيل ماتش حرس الحدود. اتكلمت معاه وسألته يعني قُلت له: "هتعملوا إيه لمّا في الموضوع ده؟" لإن بيراميدز طالب تأجيل الماتش وعنده طلب منطقي إلى حدٍ ما يعني، مسافر جنوب أفريقيا ويعني إلى حدٍ ما يعني. المشكلة بقى الرد كان مضحك جدًا الحقيقة يعني. ورَد بيعكس أهمية البطولة ديّة عند المسؤولين اللي هم يعني استحدثوا البطولة ديّة في مصر يعني. المهم المصدر رَد عليَّ وقال لي يعني بيراميدز فريق في نهائي كاس مصر، فريق أول دوري، فريق في semi final دوري أبطال أفريقيا. فيعني باللغة كده ما حدش هياخد كل حاجة يعني. وكل بطولات العالم ممكن الفرق تلعب فيها الفريق التالت أو التاني. ولكن ليه أنا باقول الكلام ده يعني، ليه باقول الرَد ده؟ لإن الرَد ده بيعكس أهمية البطولة ديّة عند المسؤولين يعني. البطولة ديّة استُحدثت في عهد الرابطة. فبالتالي المفروض الرابطة وكانت شغّالة عليها إنها تعمل جوايز أعلى إن هي المفروض إنها تحافظ على تواجد الفرق الكبيرة. ولكن لمّا ييجي حد، طبعًا ليه كل احترام، هو ده رأيه وده رأي ال 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 المسؤولين في حد ذاتهم يعني. لمّا ييجي يقول لك إن بيراميدز في semi final دوري الأبطال وأول دوري ونهائي الكاس، يعني مش هتيجي من البطولة ديّة يعني عادي يعني. فده حاجة في منتهى الخطورة يعني. طالما هنعمل بطولة يبقى نعمل بطولة آآ تحترم كل الأندية، وعشان كل الأندية تحترمها، ده أكيد ما فيش فيه نقاش. ندخل بقى على التفصيلة اللي معانا التانية النهارده ليها علاقة بالأهلي. طيب التفصيلة ديّة ليها علاقة برامي ربيعة لاعب الأهلي، طبعًا مدافع الأهلي وواحد من كباتن الفريق بشكل عام. ربيعة لغاية دلوقتي لسه مش حاسم أمره، يعني مش مُعلن. قد يكون متّفق، يعني قد يكون عنده اتفاق، ولكن الخطوة اللي جاية مش مُعلنة يعني، والخطوة اللي جاية مش بعيد. أنت خلاص أنت كُلّها تقريبًا شهر ونُص وكل حاجة تبان يعني. ولكن في الساعات الأخيرة ديّة رامي ربيعة جاله عرض من الوحدة السعودي. عرض من الوحدة السعودي عن طريق أحد الوسطاء مُكلّف من النادي. اتكلم مع رامي ربيعة وعرض عليه إن هو يروح الوحدة السعودي والعقد كبير الحقيقة، 1.200.000 دولار. ده المعلومات اللي عندي، إن العرض جِه لرامي ربيعة ب1.200.000 دولار ورامي استمع للعرض. ويعني الموضوع اتأجل لبعد ماتش بيراميدز اللي فات، ولكن يعني الراجل سمع العرض وشاف يعني تفاصيل الموضوع بشكل عام. الواحد عايز يمضي سنة، والسنة الجاية والسنة التانية تكون بالاتفاق ما بين الطرفين يعني. هي دي نقطة، ولكن مش عايز أقول نقطة خلاف، ولكن دي يعني محل نقاش يعني. فالأكيد إن رامي ربيعة عنده عرض من الوحدة السعودية، وأكيد عنده عروض عربية، ولكن العرض اللي وصل له أو آخر عرض وصل له هو عرض من الوحدة السعودي براتب 1.200.000 دولار. راتب كبير الحقيقة، يعني حوالي 60 مليون جنيه تقريبا مصري. ففرق العملة طبعا عامل مشاكل كبيرة جدا في راس اللعيبة. فرق العملة واضح. فبالتالي يعني أي حد بيفكر كتير
أمّا بييجي له عرض من دوري خليجي براتب كبير في العملة ده يا جماعة هو يعني تخيّل أنت $500,000 مثلًا، 25.000.000 جنيه تقريبًا يعني. آآ فئة أولى في الأهلي لغاية السنة اللي فاتت ديّة كان أو السنة ديّة يعني لغاية السنة اللي إحنا فيها ديّة 15.000.000. ففي فرق طبعًا كبير في العروض الخليجية تحديدًا. ندخل على تالت موضوع معانا هو ليه علاقة بمنتخب مصر، المحور بتاعنا بقى إحنا بنتكلم فيه على طول، وماتش جزر القمر. يعني كابتن حسام لغاية دلوقتي لسه مش مدّي الأوكي على الماتش، لسه مأجّل الماتش شوية. يعني بيقول إن هو هيدّي الموافقة أو الرفض في نهاية الأسبوع دوّة، أو ممكن لغاية أول الأسبوع اللي جاي كمان، لإن جزر القمر يعني عايزة تلعب مصر وهتكون موجودة في مصر، فبالتالي الناس مستنية يعني. آآ ولكن حسام حسن كابتن حسام حسن مُصِر بمشكلة، وعنده مشكلة أساسية هي مشكلة اللعيبة اللي مش هتكون معاه موجودة في المعسكر. بل هو شايف كمان إن ممكن ما يكونش ليه لازمة المعسكر خالص. لعيبة الأهلي مش هيكونوا معاه. يعني لعيبة المحترفين مش هيكونوا معاه. وفي لعيبة هتعتذر، ممكن لعيبة بيراميدز الكبيرة النادي يعني يطلب إن هم ما يروحوش أو يعتذروا هم بنفسهم عن المعسكر زي إبراهيم عادل مثلًا. زي رمضان صبحي لو اتاخد. لعيبة الزمالك يعني هو كان أهم لعيب زيزو وهيكون موجود في الأهلي، فبالتالي يعني الزمالك برضه ما عندوش عدد كبير من اللعيبة، فقوام المنتخب الرئيسي من الأهلي والمحترفين مش هيكونوا موجودين. هو بيقول أنا ممكن ما ألعبش المعسكر. اتحاد الكورة مُصِر على إقامة المعسكر عشان خاطر التصنيف، و وشايف إن ماتش جزر القمر ده مناسب جدًا، وجرّب يا عم وجوه جديدة. ده وجهة نظر الاتحاد يعني. جرّب والعب وشوف وجوه جديدة في الفريق، يمكن نكتشف لعيب كويس في مركزنا، يمكن يعني عندنا نواقص يعني. ودي فكرة على فكرة في مطروحة عند الجهاز الفني، إن هو أكيد هياخد وجوه جديدة وأكيد هيجرّب لعيبة جديدة، وهو كلّها في الأول وفي الآخر ممكن يكون المعسكر ماتش مع جزر القمر أو يعني ماتشين برضه مع فرقتين، مع فريق تاني في تصنيف قليل يعني بجانب جزر القمر. فالموضوع مش صعب، يعني أنا وجهة نظري الشخصية الموضوع مش صعب، ولكن ممكن يكون بقى في حدة آه، يعني مش عِند شوية، بس يعني إيه، تشبُّث بالرأي يعني. أنا مش هيكون معايا اللعيبة واللعيبة بتعتذر، فأنا مش هاعمل معسكر خالص. فالموضوع لغاية دلوقتي لسه رايح جاي، العرض لسه موجود، موافقة كابتن حسام لسه ما اتأكدتش خالص. اتحاد الكورة عايز يلعب الماتش عشان خاطر التصنيف، وده طبيعي يعني. عندك أجندة دولية لازم تستفاد منها يعني أقصى استفادة ممكنة. ده الفيديو بتاعنا النهارده، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.